حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج دقائق رياضية، وضيفتي عالية أشكناني والحديث عن التدريب. حياك الله عالية. الله يحييك. عالية، أنا دايمًا لما يعني مثلًا تيجي لي ضيفة تقول انتقلت من رياضة وتمرين لتدريب، أحب أسألها ليش انتقلتِ هالنقلة وإشمعنى خذيتِ هالقرار؟ القرار بالبداية ما كان ببالي، بس مدربتي هي وايد شجعتني وقالت لي يعني أنتِ قدها، والتدريب شبهتها لي بالتدريس، فإن هذا شيء مو جديد عليك راح يصير، يعني أنتِ يعني تقدرين عليه، فحبيت الموضوع، وهي ساعدتني أدخل الدورات والامتحانات وأي شيء ما كنت أعرفه هي يعني كانت تساعدني، وبس وبلشت من بعدها. يعني حسيتِ يعني كأنه التدريب كأنه تدريس من غير علامات سقوط ونجاح. أي صح؟ مع فرق العمر. أي صح. إنزين عالية، قولي لي شنو الفرق بين كونِك مثلًا لاعبة ومدربة؟ لاعبة أنا قاعدة أهتم حق نفسي، أنا قاعدة أشوف جسمي شنو يبي، أهدافي، خصوصًا شيء يناسبني حق الركض، فأعرف شنو أزيد شنو أقلل، التمارين بشكل عام على شنو أركز. كمدربة أشوف اللي جايتني هي شنو هدفها، تبي بس تضعف، تبي shape، تبي تبني عضل، أعطيها على هدفها، وأعطيها إنه جو حلو vibe حلو إن أنتِ مو بس جاية تتمرنين، أنتِ جاية تستانسين بعد بنفس الوقت. إنزين عالية، لمّا ساعات يجوك بنات يعني مثلًا لهم هدف معيّن مؤقت بالرياضة ويكملون، يضيق خلقِك صح؟ وايد. هل ممكن توجهينهم مثلًا شوي تقولي لها مخالف، خلق واحدة بتضعف عشان حفلة والّا عرس؟ هل ساعات مثلًا تقول لأ خليها lifestyle؟ هل أنتِ تشدينهم بشيء حلو في الرياضة علشان تكون الرياضة بالنسبة لهم lifestyle؟ دايمًا اللي يجوني أنا بلشت أدرب المبتدئين بالبداية، فدايمًا هدفهم إنه بس بيضعفون، فأقول لها أنتِ تذكري ليش سجلتِ وليش جيتِ اليوم أول يوم، بعد شهر شوفي نفسِك، ما أبيك تشوفين شكلِك، ما أبيك تشوفين الميزان كلش مصابة، أبيك تشوفين كم دقيقة قدرتِ تزيدين عن قبل، المسافة اللي قاعد تمشينها بالسوق لأي محل وصلتِ أكثر، فعلًا، أنا فأنا أقيسها أبيك بالدري، تشوفين. أشوف صعدة إمم. الدري تصدقين؟ هل مثلًا صعدة الدري أقدر أصعدها والّا يتعبني؟ فعلًا صح. صح، إي. إي. فبس أقول لها شوفي نفسِك من أول يوم لآخر يوم، أنتِ راح تخلّين روحِك إن تبي تكملين زيادة والّا بس هدفي أضعف حق الحفلة ومع السلامة. فهني شوي تقنعينها وتوجهين تفكيرها. بالضبط. فعلًا. خلّينا نروح حق مجال التدريب عالية. بدايةً لمّا يجوك المتدربات أو يسجلون عندِك، شنو التمارين اللي تركزين عليها وتحسين هي تمارين حق البداية؟ أبلش أعطيهم جدول 3 أيام بالأسبوع، حلو عشان إنه لا يصير وايد عليهم وإن أنا ما ألتزم، حدي يومين، فأقول لهم 3 أيام حلوين upper lower وfull body، حلو. ويصير mix بين الأوزان والbody weight، فيكون تنويع. راح نكمل من بعد هذا الفاصل عن أول كلاس عالية أشكناني دشته، وشنو كان شعورها فيه، لكن من بعد هذا الفاصل ونكمل معاكم بإذن الله، خليكم معانا. البدل الواقية تشمل عدة قطع مثل الخوذة، الدرع، واقيات الساقين واليدين. تصنع من خامات قوية مبطنة تقلل من خطورة الضربات. تستخدم بالمباريات والتدريبات لحماية اللاعب بشكل كامل. تتوفر بمقاسات مختلفة حسب العمر والجنس. لبسها بشكل صحيح يخلي اللاعب يتحرك بحرية مع أمان. تعتبر جزء أساسي من تجهيز أي رياضي بالفنون القتالية.
أعزائنا المشاهدين رجعنا معاكم بعد هذا الفاصل وعالية أشكناني والسوالف عن التدريب. عالية قبل الفاصل كنا بنسولف عن شلون أول كلاس، شنو الشعور فيه؟ أول كلاس أنتِ بلشتِ فيه دربتِ، هو الكلاس كان التوتر ألف. ليش عالية؟ شنو آه، حاشك شعور؟ يعني قولي لي. ما أدري لأنه يعني كل شي كان جديد. أوكي، آمم، يعني أنا حطيت التمرين من إلى، باشوف ناس أول مرة باشوفهم، شخصيات جديدة، شخصيات جديدة ما أدري هم شلون، شنو طبيعة حياتهم، هل راح يتقبلون الرياضة، هل هم يعرفون شي بالرياضة والّا هم ولا شي من البداية من الصفر. بس هذا الشعور حاشني أول 10 دقايق، بعدين بعدها راح. اندمجت. كم وحدة كانت عالية في الكلاس؟ أول مرة كم وحدة؟ أول مرة كانوا 3. 3 حلو، 3 إي، أوكي، بعدين زدتِ العدد كل كلاس. بعدين كل كلاس كان يزيد الحمد لله. إنزين هذه أصعب شيء واجهتيه في بدايتِك مع المبتدئين المتدربات، يعني لمّا طلعتِ من الكلاس حسيتِ إن في لقطة صعبة شوي لازم أنا أتفاداها خلينا نقول، دايمًا هم يجون ما لهم خلق، فإنه يعني بس عالية خلاص نخلّص ونمشي. كأنه أداء واجب. بالضبط، فيصير أي، فيني بيني وبين نفسي هو في شي أنا سويته غلط. أي، بس إنه بعدين هي تدش علي، طبعًا أنا ما أخليها تهد التمرين وتطلع، بس هي بعدين تدش علي تقول لي إن أنا مو متعودة إن أنا أكمل كلاس. يعني يعني تيجي نص الكلاس عادةً وتروح، بالضبط إنزين مع عادي المواد الثانية. شلون تحفزينهم بهالحالة يعني؟ أنتِ الحين لازم وقتها ترى حتى أحس ما في تفكير، الحين تتصرفين عرفتِ؟ أقول لها أوكي بس باقي لنا هذا حركتين هذا كذي وبس راح نخلّص، وشوي شوي هو ما تحس بالوقت خلصنا التمرين. بعدين مع الوقت راح تشوف نفسها هي بروحها قعدت بدون لا تقول إن قعدي ملّيت وكملي، زهقت، إي. فعلًا. خلّينا حق التمرين شوية عالية من خلال كلاساتِك أنتِ، شنو أكثر الأخطاء اللي تشوفينها البنات يسوونها في التمرين، وتحسين إنه يضرون نفسهم، يضرون مثلًا عضلة، يضرون خلينا نقول ديسكهم، ضهرهم، ريلهم، عادةً في أخطاء تكون متشابهة في التمارين بين البنات. صح، دايمًا الغلط اللي يغلطون فيه في الsquat. إمم. آآ يعني ما ينزلوا squat صح، فهذا شيء يعني هم بوقتها يقولون إحنا مو قاعد نتعور، مو قاعد نحس بشيء، إنه أوكي صح ما راح تحسون بوقتها بس على مدى بعدين طويل يطلع. راح تتأذون. كل شي راح يتأذى فيكم، ضهركم، ركبكم، فشي على شي، فهذه أكثر حركة. أنا عرفت إن أنتِ بعد ما شاء الله تقدمين برامج أونلاين للتدريب، فقولي لي عن برامج الأونلاين، شنو الفرق عنها عن التدريب الواقعي خلينا نقول؟ الأونلاين له مميزاته وسلبياته. مميزاته حلوة إن أنتِ آآ تمرّنين متى ما تبين، أي وقت بأي مكان. تبين اليوم باكر عادي التمرين مسجل موجود عندِك، تبين اليوم عقب باكر أو اللي عقبه عادي. وايد ينفع اللي حياتهم مشغولة، اللي يشتغلون شيفتات، الأمهات اللي لاهيين مع عيالهم، فتقول لِك أنا ولدي توه نام ما أقدر أروح النادي، أبيه أونلاين وايد أحسن لي. علي تحسين يلتزمون صراحة، يعني أحس الأونلاين فيه غش، يعني أنا غش ما التزم هو غير لمّا صح. المدربة تكون قدامي أحس أخاف، يعني لازم أسوي الحركة، لازم أتمرن، فشو تحسين عالية في التزام شوية؟ هو الالتزام مو 100%، يعني في 70%. فأنا شنو أسوي عشان أدري إنهم تمرّنوا، أعطي شي تِكّات. مثلًا بنص التمرين أقول لهم أبي أعرف المعلومة الفلانية، فإذا ردوا علي تصيدينهم أيوه، يعني، فإن هم متابعين شايفين الأونلاين ومتمرنين عدل. ما شاء الله حلو، يعني هذا كأنه أنتِ قاعدة تطبقين موضوع الأبلة معاهم. بالضبط. حبيبتي عالية، كلمة أخيرة عالية توجهينها حق البنات اللي مثلًا للحين ما بلشوا رياضة خلينا نقول، خاصةً إنه مثل ما قلتِ في أونلاين يعني ما في عذر حق أي شيء. بالضبط. الرياضة لازم تكون عندِك life style، هو مو بس فترة معيّنة من الوقت وخلاص، لأن الرياضة أنتِ مو حق نفسِك الحين، أنتِ قاعدة تبنينها حق مستقبلًا، حق لمّا تكبرين، لأنها يعني بعيد الشر تأخّر الشيخوخة، تقلل الأمراض، فهذا الشي راح يفيدِك على المدى البعيد. فعلًا صح، كل الشكر لِك، ونفس ما قلتِ فعلًا الرياضة مهمة لمستقبلنا والعمر،
فلازم الواحد يبلش فيها. أعزائنا المشاهدين كذي وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج دقايق رياضية، نشوفكم مع ضيوف جدد ومواضيع جديدة بإذن الله. مع السلامة.